حيا الله شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. انا صارت وياي طبقت المثل اللي يقول استرخص اللحمة فاتت المرقة. انا انصح الناس وتاليها اني اوقع بيها. يعني ايش قد اني اكثر من مقطع ناشر انصح الناس انه لا يتورط ويشتري دجاج من السوق حتى لا رخيص. والبارحة نشرت لكم المقطع فيديو مال ذين الدجاجات الحلوات النمريات 3. راح اخلي لكم صورها هنا. شفتهن كلش حلوات، يعني عجبني بشكل، وهيك الوان انا ما عندي، يعني نمريات واحدة باسود واحدة بابيض، كلش عجبني، ونوعهن ووضعهن كلش جيد، واصايل، سعرهم مناسب، كذلك السعر مالتن كلش حلو قياسا وياهن. والمصيبة والمشكلة صاحبهن، يعني حلفته بالإمام العباس، قلت له ذني صاحيات بيهن مشكلة، بيهن مرض، خواتهن بيهن مرض فدشي، لأن أنا جنايهن لا أريد أذبح ولا فشي. فحلف لي بالعباس عليه السلام إنه ما بيهن شي. وعلى اليمين مالته، لأن أنا أشوف نفسي من أريد أحكي سواء يمين أو بدون يمين، العفو، ما أكذب أبد. لكن للأسف جبت الطيور، خليت انعزلتهن بقفص مثل ما بينت لكم البارحة، عجبني وضعهن، وتأملت من الله، أنا يعني تأملت من الله أنه يعيشن لأن جميلات وعجبني. وقلت لكم يعني أنا مخلي ببالي أنه شغلة المرض، وسبحان الله بدت بيهن وحدة عندها مشكلة بالتنفسية، لليل يعني زادت بعد أكثر، والثانية معوشة كلش، عوشت بقت بس النمرية بأسود شوية قوية. جبت لها العلاج اليوم الصبح، اعطيتهن علاج ورا ساعة، طبعا حتى الصاحية الثالثة اعطيتها علاج. ورا ساعة خابرونا بالبيت لين طلعت للشغل، قالوا لي يابا 2 ذني ماتن، للأسف 2 ماتن وبقت بس وحدة. هسه ذني الصور اللي ماتن راح هسه انزلها لكم. هاي وحدة، هاي النمرية بأبيض، شوف الجمال، شوف الجمال مالتها شلون تخبل، والله حرامات تموت هاي. وهاي الثانية ماتت للأسف الشديد. وباقي عندي بس هذه راح انزلكم هم لها مقطع فيديو صغير. هذه موجودة باقية عندي، وعازلها وحدة بهذا المكان، واتأمل عسى وان تعبر مرحلة الخطر وتعيش. وهو شو تسوي بعد؟ هو هذا الحلال، والطير هو الله جعله سبحانه وتعالى فدوة للعائلة، ما كان بالإمكان أكثر مما كان. الحمد لله والشكر إنه عزلتهن وحدهن وما دخلتهن ويا باقي الحلال، ولا صارت لي مجزرة، كان انتهى الحلال كله والحمد لله. وإن شاء الله إن شاء الله ما يصير شي بالحلال، لأن مخليه هنا بقفص مكان بعيد، وإن شاء الله ما يصير غير الخير. حبيت أنشر لكم هذا الفيديو، وأنصحكم للمرة الألف، وأنصح نفسي إنه لا تتورط وتشتري من السوق. أخذ من جناي حتى لو غالي سعرها فرق عن السوق، أخذ، لأن فلوسك بيها ما تضيع. بس أنت من تشتري مثلي أنا 3 مرات أشتري من السوق والله يموتن. اشتريت ديك أبو رقيبة ب16، ثاني يوم تخربط ومات. او جبت له علاج ب4000 صار ب20، هو علاج مالته يومين بالثالث مات. اشتريت دجاجة هي وكتاكيتها، ونفس الشي هم حلف بمصيبة الحسين، وكان اخر يوم شهر رمضان وخذ ابد، بس جبتها يوم ثاني يوم الدجاجة انتهت وماتت، وكتاكيت وراها 10، ونفس الشي واحد ورا الثاني، ولا حصلت ريشة من عندهن. وهسه البارحة جبت ذن 3 دجاجات النمريات، عجبني وحلوات وعمرن كلش حلو. وهمين نفس الشي طلعا حاملات اصابة،
وماتن، والله يعوضنا ويعوضكم. ممنون منكم حبايب.